أيها الإخوة الكرام، اجتمع اليوم عيدان كما سبق، وقد اختلف العلماء في من شهد العيد وصلاها مع المسلمين هل عليه أن يصلي الجمعة أم لا. لكن هنا قضيتان افهموها جيدا وفهموها من تعرفون. المسألة الأولى أن من لم يصلي العيد يجب أن يصلي الجمعة بإجماع العلماء. واحد فاته العيد نام، لابد يصلي إيش؟ الجمعة بلا خلاف. الحين فات اللي نام واللي أجا، لكن لابد يصلي إيش؟ الجمعة لمن لم يصلي العيد، هذا باتفاق. طيب واحد صلى العيد، في اتفاق ثاني، من صلى العيد فلا تسقط عنه الظهر، إما يصليها جمعة مع الناس أو يصليها إيش؟ إذا ما صلىها الجمعة فاتته نام، أو المرأة في البيت صلت العيد ما بيسقط عنها صلاة إيش؟ الظهر. الحين الحريم هل تجب عليهن الجمعة؟ لا، في العادة وفي الشرع إيش الجمعة لا تجب على المرأة، صح ولا لا؟ مع ذلك المرأة لو صلت العيد لابد تصلي إيش؟ الظهر. كذلك الرجل إذا صلى العيد وما صلى الجمعة شو بده يصلي؟ لازم يصلي إيش؟ الظهر. هناك قضية أخطأ فيها بعض العلماء، فهموها خطأ. إيش هي؟ ابن الزبير رضي الله تعالى عنهما كان أميرا على مكة وعلى بلاد كثيرة بعد موت معاوية ابن يزيد بن معاوية رضي الله عن معاوية بن أبي سفيان وعن جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فابن الزبير كان أميرا على المسلمين ونازعه مروان كما تعلمون. المهم إيش سوى ابن الزبير؟ عمل أمرا معروفا عند الفقهاء بس كثير من الناس ما بيعرفوه. ليه؟ لأنه المشهور عند المذاهب الأربعة إنه صلاة الجمعة وقتها وقت صلاة الظهر. شو معنى وقت صلاة الظهر؟ من زوال الشمس لما العصر، هذا وقت إيش؟ صلاة الجمعة. لكن ذهب بعض العلماء، ورواية عند الإمام أحمد وبعض الصحابة وفعلها النبي صلى الله عليه وسلم مرات، إنه كان يخطب قبل الزوال، يصلي الجمعة قبل إيش؟ الزوال. متى عندهم هؤلاء العلماء يبدأ وقت الجمعة؟ من وقت الضحى، يعني من الساعة قديش؟ 6:15 وقت الجمعة إلى العصر. هذا القول لم يقل به الفقهاء الأربعة إلا رواية عند الإمام أحمد بن حنبل، موجود يعني من أقوال الفقهاء. فابن الزبير كان يرى هذا الأمر، يجتهد ويرى أن صلاة الجمعة بيجوز يصليها الساعة 11 الساعة 10. إيش سوى ابن الزبير رضي الله تعالى عنهما؟ وحكى أن الذي فعله عمر بن الخطاب. وابن عباس رضي الله عنهما لما انتقد بعض الناس ابن الزبير من بني عبد شمس من قريش، قالوا ليش سوى هيك ابن الزبير؟ شو اللي سواه؟ الحين أقول لكم إياه. قال ابن عباس أصاب السنة. قال ابن عباس إيش؟ دافع عنه. دافع عن مين؟ عن ابن الزبير. شو سوى ابن الزبير رضي الله تعالى عنهما؟ قدم صلاة الجمعة زي تقريبا الساعة 10 وأخر العيد، ألغى العيد، صلى الجمعة بدل إيش؟ العيد. كيف عرف أنه صلى جمعة؟ ما صلاش عيد. طب يقول لك أخر العيد، لا، هو صلى جمعة. شو سوى؟ أول حاجة خطر. السنة في العيد إيش؟ يصلي بعدين يخطب. مش اليوم صلينا العيد، في صلاة العيد مش الأول إيش الصلاة، وبعد ما يصلي ببلش الإمام يخطب الخطيب، هيك صلاة إيش؟ العيد. لكن صلاة الجمعة شو بنساوي؟ بنخطب وبعدين إيش؟ بنصلي. فابن الزبير أول حاجة خطب بعدين إيش؟ صلى. هذا أول شيء. ثاني شيء ما كبر التكبيرات الزوائد، الله أكبر الله أكبر 6 7 و5 ما سواها. إذن هو ما صلاش صلاة عيد. ثالث شيء إنه لما صلى الجمعة ما طلعش للظهر وهو إمام المسلمين، ومعلوم أن إمام المسلمين لازم يصلي الجمعة إذا صلى إيش؟ العيد. يعني الجمعة لازم تقام. فالإمام الأمير المسؤول إذا صلى العيد وجوبا لابد يصلي شو؟ صلاة الجمعة. مين بتسقط عنه الظهر في قول الإمام أحمد؟ اللي هو صلى من غير المسلمين، مش الإمام. لابد أن تقام الجمعة. ليش؟ لأنه في ناس ما صلوش العيد،
لازم يصلوا إيش؟ جمعة. فلا بد أن تقام الجمعة. ابن الزبير ما أقام الجمعة ثانية لأنه صلى الجمعة أصلا قبل. هذا هو فعل ابن الزبير. لا تسقط صلاة الظهر إلا في حق من صلى الجمعة. إحنا الحين صلينا الجمعة، علينا ظهر؟ ما علينا ظهر، علينا بس صلاة إيش؟ الجمعة. إذن أيها الأخوة الكرام، التنبيه هذا ضروري، إنه في يوم العيد إذا اجتمع مع جمعة، إذا صليت الجمعة سقط عنك الظهر، ما صليت الجمعة لا يسقط عنك الظهر بحال. ولا تصلى في المساجد الظهر، تصلى وين؟ في البيوت. الجمعة يوم الجمعة بس للمساجد الجمعة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم صالح